طاسة حطيت فيها معلقتين 3 زيت، وحطيت فيها بصل مقطعاه مكعبات صغيرة. هنا دول بصلتين كبار الحقيقة، لو انت عايزة الكمية بالظبط علشان لفة الجلاش الكاملة. ابتدي بقى طبعا نقلب فيه على نار متوسطة. انا مش هحمره طبعا، انا بس هدبله، عشان كده انا مخليه النار متوسطة، ما هياش لا هي واطية ولا هي عالية. عندي هنا حبتين كوسة قطعتهم مكعبات برضو، وحبتين فلفل قطعتهم برضو مكعبات. شايفين البصل انا ما حمرتهوش، انا بس يا دوب دبلته. نفس الشيء انا اعمله مع الكوسة والفلفل. نقلب برضو لغاية ما يتبالوا شوية. بعد كده كان عندي في الفريزر هنا بسلة وجزر، برضو اجيب شوية منهم. شوفي ال الخضار اللي احنا هندخله في صينية الجلاش، الخضار اللي عندك اعمليه. لو عندك فاصوليا خضرا كمان قطعيها صغير قوي كده، مكعبات صغيرة تتحط برضو. فالخضار اللي موجود عندك حطيه، لو مفيش بسلة مش مشكلة. المهم احنا بنحاول ندخل الخضار في اكلاتنا، علشان برضو دي حاجة مغذية لولادنا. ده بقى كرنب بتاع السلطة، قطعته برضو قطع صغيرة كده، وانا حطيته في الاخر لان الكرنب طبعا ورق خفيف ما بيتحملش. برضو اقلب، ابتدي بقى اتبل. حطيت الملح، وحطيت شوية فلفل اسود، وحطيت شوية كركم. بس مش هحط توابل اكتر من كده. انا فضيتها هنا في طبق عشان يبرد. ابتدي بقى اعمل الخلطة اللي انا هدهن بيها الجلاش. عندي هنا علبتين زبادي اللي هي الكوبايات الصغيرة دي. الكميات اللي انا مستخدماها دي طلعت بالظبط مناسبة جدا للفة الجلاش. فعندي هنا علبتين الزبادي او كوبايتين الزبادي الصغيرين. هكسر عليهم بيضتين، حطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح. نخفقهم بقى بالشوكة كده مع بعض عشان الزبادي والبيض يتداخل مع بعضه ويتملح كله. وهحط معلقة كبيرة سمن، اي نوع سمن بقى عندك. انا حطيت هنا سمن بلدي اللي انا كنت مسيحاه في الشتاء، يكون السمن طري شوية او يعني مش مجمد. واخفقه بقى برضو مع الخليط بتاعي. الصينية اللي انا هعمل فيها او القالب هدهنه برضو بالسمنة. هدهنه من تحت طبعا بالسمن كويس. الخلطة اللي انا عملتها دي جميلة جدا جدا للجلاش، احلى من اللي احنا كنا بنعمله. كنا الاول بعد ما بنخلص رص الجلاش بنضرب بيضة في كوباية لبن ونحطها. لا، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. ربنا يخليك. على فكرة اتكلمت معاك عشان انت الوحيدة اللي مش مقاطعة في الموضوع ده. ابتدي بقى ارص الجلاش من تحت. هحط طبقتين كده، بعدين احط بقى معلقتين 3 من الخلطة اللي انا عاملاها دي. انا
هنا بدهن اول باول، مش استنى للاخر وبعدين اروح حاطه الخليط ده، لا. بين كل طبقتين هحط كده معلقتين 3 وافردهم على ورق الجلاش. شوفوا بقى هنا انا هحط طبعا اللحمه دي انا معصجاها، هحط معلقتين. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما رصيتش زي ما كنا بنعمل نص كميه الجلاش وبعدين نحط الحشوه، لا. انا هخلي الحشوه هنا، هوزع ربع كيلو اللحمه المعصجه اللي انا عاملاها، هعملها على كذا طبقه. هتشوفوا هتفرق في الاخر في الشكل بتاع قطع الجلاش لما تقطعيها، وهتفرق في الطعم. خدوها مني ثقة، جربوا الطريقة دي، شوفوا ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. احط ورقتين تاني جلاش، واحط برضو معلقتين او 3 من الخلطة الجميلة دي، وافردها على ورقة الجلاش. هما دول اللي انا حطيتهم، كانوا 2 ورقتين مع بعض. نفردهم كويس طبعا على سطح الجلاش كله. هنا عندي الخضار بعد ما برد حطيت له حزمة بقدونس، قطعتها فرمتها رفيع واخلطها معاهم كويس، وابتدي برضو اخد شوية من الخلطة الجميلة دي ونعمل طبقة الخضار. احنا كنا متعودين نعمل الجلاش باللحمة بس، جربوا الطريقة دي وشوفوا جمالها. منها توفير من استهلاك اللحمة اللي هي بقت غالية جدا جدا دلوقتي، ومنها نزود القيمة الغذائية. القيمة الغذائية مش بس في اللحمة يا جماعة، القيمة الغذائية الأعلى من اللحمة في الخضار اللي أنا حطاه ده. هنكرر بقى الموضوع دوت. نحط طبقات من الجلاش ندهنها، ونحط طبقة اللحمة المعصجة، اوعي تفتكري ان كده هيبقى كمية اللحمة قليلة، لا. كان ممكن دي تتحط في نص طبقات الجلاش الكمية كلها. انا كده وزعتها عشان يبقى فيه النكهات مختلطة مع بعضها، اللحمة مع الخضار. والله ريحتها وانا بسويها في الفرن كانت في منتهى الجمال، وطعمها بقت الطبقات اللي من تحت خالص ومن فوق مقرمشة، وفي النص كده الخضار طعمه جميل. شايفين بحط كل طبقتين، كل ورقتين جلاش بدهن الخلطة اللي أنا عاملاها، وبحط كمية من الخضار. وبعدين يعني إيه الخضار مرة ومرة اللحمة، مرة خضار ومرة لحمة. وسبحان الله الكمية اللي أنا عاملاها سواء لحمة أو خضار كانت متوافقة تماما مع ورقة لفة الجلاش نفسها. يعني على آخر طبقة كانت الكمية دي خلصت ودي خلصت. دي آخر طبقة عندي في الخضار. إذا عايزة ترشي جبنة، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر مبشورة، جبنة رومي مبشورة، ممكن. في الآخر خالص بقى كل الزيادات اللي على الجوانب بروح رافعة كده الطرف وادخلها من جوه، انزلها كده من تحت.
على مهلك كده من الجنب، ترفعي وتروحي منزله الزيادات اللي على الجوانب. الكميه اللي اتبقت بقى معايا من الخليط الحلو اللي عملته ده، بدهن بيه الوش من فوق وبقطع. انا مش بقطع لغايه تحت خالص، لا، انا من يعني لنص الصينيه كده او لنص الطبقات بمشي السكينه بس. هي كده خلاص خلصت. اكون بقى مشغله الفرن على 180 من جوه، تشوفوا الطبقات وجمالها. يا رب يا رب تعجبكم. طريقه جميله ومغذيه اكتر من ان هي يبقى كلها لحمه. شايفين بقى الطبقات من فوق ومن فوق ومن تحت مقرمشه جدا، واخدت لون جميل. اللحمه متوزعه كويس والخضار متوزع. يا رب اذا عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ودعوه كده حلوه منكم ان ربنا يديني الصحه. ربنا يكرمكم. الف شكر.